يا صباح الفل. مليون مبروك للزملكاوية، فوز مهم جدا 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 في مشوار المنافسة على الدوري العام. كون الزمالك بينافس ده في حد ذاته إنجاز. الماتش خلص بنتيجة 1-0 للأسطورة ناصر منسي. عاصرت مهاجمين كتير قوي، بداية من كابتن جمال عبد الحميد، كابتن أيمن منصور، كابتن بسيوني، عبد الحليم علي، الدوماني، ميدو، عمرو زكي، ناس كتير قوي، لكن يظل ناصر منسي حالة خاصة. وعند جمهور الزمالك حالة خاصة. الراجل ده بمجرد ما بيحط رجله في الملعب بيبقى عندك إحساس إنه هيخلص وهيجيب أجوان. وكانت معظم أهدافه مؤثرة جدا في خريطة انتصارات وبطولات الزمالك الفترة الأخيرة، سواء كأس مصر أو سوبر مصري أو حاجات زي كده. فناصر منسي فعلا أسطورة. لما تشوف جونه امبارح، لعيب موهوب، وسع لنفسه ازاي وشاط ازاي، قصة. الجون كمان في جملة احنا محتاجينها جدا في الزمالك واتكلمنا عنها كتير، هي اللعيب اللي بيعمل باص يضرب الخط. محمد شحاتة ضرب 5 في وسط ملعب سموحة بباص واحد لإخوان بتزيرة اللي اتحرك بين الخطوط بشكل سليم. ومن هنا جت خطورة الهجمة اللي جه منها الجون. لكن مش عايزين ننسى برضو بصراحة، يعني الراجل اللي تحمل عبء هذه الفترة كابتن معتمد جمال. أي حد غيره كان ممكن يقلق جدا من إنه يتحمل المسؤولية في وقت زي ده، لكن الراجل ده بصراحة يعني جبل. استحمل ظروف كتير، إيقاف قيد، لعيبة بتتصاب، لعيبة بتمشي، حاجات كتيرة جدا استحملها، لكن قدر يحول الأزمة دي لانتصار كبير. قدر يخلي موسم الانتقالات بتاع الزمالك، الميركاتو الشتوي، هو الأنجح في الدوري الممتاز. انتقالات شتوية ازاي؟ الزمالك أنجح انتقالات شتوية السنة دي. الزمالك قدر يدخل 10 لعيبة ناشئين مرة واحدة في الفريق: محمد إبراهيم، خضري، إيشو، محمد السيد، حمد، أنس وائل، فرنسي، السيد أسامة، أمير عبد العزيز، محمود الشناوي. وكل ماتش يلعب 5 6. مفيش فريق في الدوري بيشرك 5 6 صفقات جديدة إلا الزمالك. فمليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، وإن شاء الله نطلع نبارك لبعض لما نفوز على كايزر تشيفز. صباح الفل.